في قلب الغابة وتحت الأرض كانت مملكة أنتيليا تعيش بسلام تحت حكم الملك أنثيان، نمل منظم. كل نملة ليها دور. في نمل الحصادين اللي بيجمعوا الطعام، ونمل الحراس اللي بيحموا الأنفاق. لكن يومها حصل الشرخ. النملة زارة قائدة من الحراس اتهمت النملة لينا من الحصادين إنها خبت جزء من الغنائم. ولما الملكة طلبت تحقيق، زارة تعصبت وقالت بصوت عالي: إحنا بنموت على البوابات وهم عايشين في الراحة؟ مش عدل. وهنا بدأت الفتنة، صايمة انقسام. زارة جمعت حواليها مجموعة نمل غاضب وأعلنت الانفصال عن الجيش الموحد، وقالت: من النهاردة في جيشين. الملكة حاولت تهدي، لكن زارة رفضت أي صلح، ومملكة النمل دخلت أول حرب أهلية في تاريخها. وسط الحرب ظهر العدو، النمل الأحمر اللي كان مستنيهم ينشغلوا ببعض عشان يهجم. وقتها النملة زارة شافت بعينيها النمل الأحمر بيفترس من غير رحمة. صرخت: اتحدوا، لازم نرجع جيش واحد. رجعت زارة بخطوة شجاعة واعتذرت، واتحد الجيش من جديد، وخاضوا معركة شرسة ضد النمل الأحمر وانتصروا، بس بعد خسائر كبيرة. وفي آخر اليوم الملكة أنثيان قالت: النملة اللي تعض أختها بتضعف مملكتها، والمملكة اللي تنقسم تنهزم حتى لو كان عدوها أصغر منها.